فيلمنا بيبدأ سنة 1996 مع جاك وهو بيجري الصبح على البحر وبياخد باله إن في لعبة على الشط اسمها جومانجي وبيديها لابنه أليكس اللي بيفتحها وبيقول مفيش حد بيلعب الألعاب دي دلوقتي وبيركنها عشان يكمل لعبة على الجهاز بتاعه. وبيجي نص الليل وبيصحى على ضوء قوي وبيختفي أول ما بيفتح عينه وبيفتحها وبيلاقي إن في شريط ألعاب عليه اسم اللعبة وبيقرر إنه يلعبها، ولكن نفس الضوء بيظهر تاني من أوضته. وبعد 20 سنة وبيظهر سبنسر اللي بيساعد صاحبه فريدج في الواجبات والمقالات المدرسية، وبيتقابلوا قدام بيته بيسموه البيت المخيف، وبيكون بيت أليكس بس بعد 20 سنة. وبعدها بيروحوا المدرسة وبنشوف زمايل سبنسر ومنهم مارسا اللي بتتعاقب إنها تروح احتجاز المدرسة بسبب إنها اتكلمت مع المدربة بتاعتها بأسلوب وقح. والمدرسة بتكتشف غش فريدج من سبنسر في التقارير بتاعته وبيتعاقبوا هم كمان، ومعاهم بيساني عشان طول الوقت بتكون ماسكة الموبايل أثناء الحصة. وبيتجمعوا كلهم في المخزن وبيطلب منهم إنهم ينظفوه كعقاب ليهم، لكن خلال التنظيف بياخدوا بالهم إن في جهاز ألعاب في شريط اسمه جومانجي وبيحاولوا إنهم يشغلوه على التلفزيون اللي عندهم. وبتبقى شخصية الطيار هي الشخصية الوحيدة اللي محدش بيعرف يختارها، فكل واحد بيختار شخصية في اللعبة وبتبدأ اللعبة. لكن فجأة الجهاز بيطلع ضوء أخضر وبيبدأ إنه يتحرك جامد، وبيحاول سبنسر إن هو يفصله من الكهرباء لكنه مش بيعرف يوصله لحد ما بيلاقوا إن جسمهم بدأ يتسحب ويختفي ناحية الجهاز، وبيختفوا كلهم من المخزن. وفجأة بيظهر سبنسر جوه اللعبة على هيئة الشخصية اللي هو اختارها، وهي شخصية دكتور بريفستون. وبيكون سبنسر مش فاهم هو ليه صوته اتغير وشكله كمان اتغير، وبيفضل مستغرب من شكله لحد ما بيلاقي ان في 3 اترموا قدامه وهم كمان مش فاهمين هم فين. وبيخمن سبنسر ان الراجل القصير اللي قدامه هو فريدج صاحبه، وبيقول له ان هم تقريبا دخلوا جوه اللعبة وكل واحد ظهر بالشخصية اللي هو اختارها من الشخصيات اللي اختاروها في المخزن قبل ما الجهاز يسحبهم. وده اللي مخلي فريدج يظهر بشخصية دكتور فرانكلين ومارسا بشخصية روبي المستكشفة. اما بالنسبة لبيساني فهي اختارت شخصية دكتور تشيلي لأنها كانت فاكرة إن شيلي واحدة بنت، وبتجري شيلي وهي مرعوبة ناحية المية وهي خايفة من شكلها. وبتشوف في المية راجل كبير بدقن، وبياخدوا بالهم إن كلهم عندهم 3 شرط في إيديهم، وبيتخانقوا كلهم على إنهم محبوسين جوه لعبة لحد ما بيطلع فرس النهر وبياكل شيلي وبيموت قدامهم. ولكن بعدها بدقيقة بيلاقوا إن شيلي مرمي من السما ولسه عايش. وبيبدأ فرانكلين إن هو يشرح قوة فرس النهر وكأنه خبرة في الحيوانات، وبيشرح له بريفستون إن شخصية فرانكلين هو خبير في علم الحيوان وعارف كل المعلومات عن كل الحيوانات لأن دي شخصيته في اللعبة. وبيلاقوا إن فرس النهر لسه بيطاردهم وبيهربوا منه لحد ما بيلاقوا واحد بيقف بعربيته قدامهم وبيركبوا معاه بسرعة، وبيقدم لهم نفسه إنه اسمه نايجل، وبيبدأ إن هو يتكلم عن كل واحد فيهم. وبيقول إن دكتور بريفستون عالم الآثار الشهير والمستكشف الدولي والمعروف بشجاعته وقوته، وإن روبي قاتلة الرجال وخبيرة الفنون القتالية. ويفضل نايجل يعيد نفس الكلام ورا بعضه لحد ما بيفهم بريفستون إن نايجل عبارة عن شخصية فرعية مبرمجة في اللعبة دورها هي تعرفهم بأدوار كل واحد فيهم، ومهمتهم ان هي رفع اللعنة عن الغابة، وان كل المعلومات اللي هيحتاجوها موجودة في رسالة مع دكتور برافستون. وبتظهر الرسالة فجأة في ايد دكتور برافستون وبيبدأ يقراها، وبتحكي الرسالة عن دكتور راسل اللي كان بيدور على تمثال النمر الأسطوري واللي فيه جوهرة النمر لحد ما لقى الجوهرة، وبدل ما يعمل عليها الأبحاث اللي كان عايزها قرر ان هو يسرقها. وبعدها سيطرت عليه قوى الظلام وبقى يتحكم في كل الغابة، وقرر نايجل ان هو يسرقها منه وبيديها لبرايفستون في ايده. ومهمتهم بتبقى انهم يرجعوها تاني لتمثال النمر الاسطوري وينادوا باسم اللعبة بصوت عالي، وده عشان يقدروا يخرجوا منها. وبيديهم خريطة للسوق اللي هيبدأوا منه ويدوروا هناك على الجزء المفقود، وبيسيبهم وبيمشي. ولأن فرانكلين هو الوحيد اللي معاه شنطة ظهر فبيشيل الجوهرة فيها، وبيبص برايفستون في الخريطة اللي معاه بيلاقيها مقطوعة، وبيفهموا ان الجزء المفقود ده يبقى بقى الخريطة اللي هتدلهم لتمثال النمر وهيكون موجود في السوق. ولكن بيبص في الخريطة وبيلاقيها فاضية ما فيهاش حاجة، ولكن شيلي بيقول له ان الخريطة واضحة وان الطريق باين. وبيفهموا ان شيلي هو الوحيد اللي يقدر يشوف الخريطة لان من ضمن مواهبه علم رسم الخرايط. وبيحاول برايفستون ان هو يدور على اي موبايل معاه، وبيدوس على صدره وبيلاقي ان في قائمة ظهرت قدامه في الهواء ومكتوب فيها نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعته، وبيبقى نقاط قوته هي الشجاعة والسرعة والتسلق، وما بيكونش عنده نقط ضعف. وبتجرب روبي انها تطلع القايمة وبتلاقي انها عندها خبرة في كل انواع القتال ومنهم القتال اثناء الرقص، ونقطة ضعفها هي السم. اما بالنسبة لشيلي فهو خبرة في علوم كتير جدا لكنه ما بيقدرش يتحمل اي تعب. وبيتعصب فرانكلين اول ما يشوف القايمة بتاعته لان من نقط ضعفه
الكيك والسرعة والقوة، وما بيفهمش ازاي دول نقط ضعف اصلا. وقبل ما بيحددوا هيمشوا ازاي بيلاقوا ان في صاروخ اتضرب عليهم من رجالة راسل، وبيبداوا يطاردوهم. وبيطلع فرانكلين من شنطته القوس الخشبي اللي من نقط قوة برايفستون وبيدوله عشان يرميه على العصابة، لكنه مش بيصيبهم وبيكملوا جري ناحيتهم لحد ما القوس بيلف في الهواء وبيرجع يخلص على جزء من العصابة اللي بتطاردهم. وبيضطر برايفستون ان هو يشيل فرانكلين على ظهره عشان ينقذه لانه بطيء جدا، لحد ما بيوصلوا لحرف جبل وبينط في المية عشان يفلتوا من العصابة. وبعد ما بيطلعوا من المية بتكون روبي اتصابت بالرصاص قبل ما تنط وبتختفي قدامهم، وبيفتكروا انها ماتت ولكن بتنزل من السماء بعد دقيقة. وبيفهم برايفستون ان الوشم اللي موجود على ايديهم هو عدد فرص الحياة بتاعتهم، وان كل واحد فيهم 3 فرص حياة، ولو خلصوا احتمال يموتوا للأبد ومش هيطلعوا من اللعبة. وبيكملوا مشوارهم ناحية السوق وبيشوف شيلي قدامه عيش مخبوز وبيعجبه طعمه جدا، ولأن فرانكلين بيكون جعان بياكل حتة منه. وبيسأل الخباز عن مكوناته وبيقول له الخباز ان ده اشهر كيك بيعمله في السوق كله، وكلهم بيتصدموا لانهم كلهم عارفين ان نقطة ضعف فرانكلين هي الكيك. وبيفضلوا مستنيين اللي هيحصل لفرانكلين لحد ما بيهدوا كلهم على امل ان مفيش حاجة هتحصل، ولكن بينفجر قدامهم فرانكلين كأنه قنبلة وبيقع تاني من السماء ويخسر فرصة من فرصه. وبيجي طفل بيقول لبرايفستون ان هو يجي وراهم، وفي نفس الوقت بيكون في طائر بيراقبهم وبيوصلهم الطفل لسلة فيها تعبان وبيقول لهم ان اللي انتوا عايزينه جوه السلة ولازم يثقوا في بعض عشان يوصلوا للي هم عايزينه. واول ما برايفستون بيفتح السلة بتطلع منها البامبا السوداء اخطر انواع التعابين، وبيغطيها تاني بسرعة وبيحاولوا انهم يستعدوا وينفذوا كلام الطفل. لكن اول ما السلة بتتفتح بيهجم التعبان على روبي، وقبل ما بيلدعها بيمسكها برايفستون. وبيروح فرانكلين ناحية التعبان ويقول لهم انهم يثقوا فيه وفي اللي هيعمله، وبيقدر ان هو يكسر انياب التعبان وبينقذهم من لدعته. ويسيبوا التعبان عشان يوصلوا للورقة اللي ملفوفة في السلة، وبيلاقي شيلي فيها تمثال فيل صغير ومكتوب في الورقة ان اول ما يتشاف الفيل يبدأوا يتسلقوا. وبيكملوا لف في السوق عشان يدوروا على الفيل، لكنهم بيلاقوا ان العصابة وصلت السوق وبيحاولوا يهربوا منها. وبعد ما برايفستون بيتضرب شوية منهم بيلاقي ان راسل قدامه وكل عصابته بيهددوهم بالسلاح، وقبل ما يضربوا عليهم نار بتترمي قنبلة دخان، وفي واحد بيجي وبيساعدهم على الهروب وبينزلهم في الأنفاق كأنه خبرة فيها من زمان، وبيبدأ يخليهم يعدوا كل الأفخاخ اللي موجودة في النفق عشان يوصلوا للمكان اللي هم رايحينه. وبيسألوا برايفستون إن كان هو ماك الطيار اللي حاولوا يختاروه في أول اللعبة، ومعنى كده إن هو شخصية حقيقية في العالم الحقيقي وحصل له نفس اللي حصل لهم ودخل اللعبة غصب عنه، ولا هو مجرد شخصية متبرمجة في اللعبة. وبعد ما بيطلعوا من النفق بيلاقوا نفسهم في وسط الغابة وبيحكوا له عن كل اللي حصل لهم وهم قاعدين في الكوخ بتاعه، ويقول لهم ان هو بقاله شهور في اللعبة وانه مش قادر يعدي مرحلة صعبة في اللعبة، وانه استسلم عن المحاولة لما خسر فرصتين من حياته، وعرف ان هو مستحيل يكسب اللعبة لوحده لانه خسر حياة قدام المامبا بسبب فشله في التعامل معاها. وبيقول لهم شيلي ان اكيد ماك هو الجزء المفقود وهو اللي هيساعدهم في المرحله الجايه، وبيروحوا وراه عشان يوريهم المرحله اللي مطلوبه منهم وهي اقتحام مخزن فيه الطياره اللي هتساعدهم في الوصول لتمثال النمر الاسطوري اللي هم عايزينه. وبيلجأوا روبي عشان تحاول انها تشتت انتباه الحراس، وبيعلمها شيلي ازاي تجذب انتباههم زي ما كانت بتعمل في المدرسه. وبيكونوا كلهم مستنيين ان روبي تروح للحراس، بيقول لهم ماك انها اكيد هتنجح لانها جميله كده وشبه ممثله من سنه 1996. وده بيلفت انتباه برايفستون لشيء وبيسأله عن السنة اللي ماك فاكر اللي هو فيها، وبيقول له مش احنا في 1996. وبيفهموا ان ماك هو أليكس اللي اختفى من البيت المخيف اللي في مدينتهم، وانه موجود في اللعبة اكتر من 20 سنة وهو ما حسش بالوقت، لكنهم موجودين وهيساعدوه يخرج منها. وبيتصدم أليكس لما بيسمع كلامهم، وبتبدأ روبي انها تغري الحراس لكنها بتفشل، وبتلاقي قدامها كاسيت وبتشغله وبتبدأ انها ترقص قدامهم تاني، وبعدها بتضربهم وبتقضي عليهم. وبيكون الباقي دخلوا من الباب الخلفي للمخزن، وبيقدروا انهم ياخدوا الطياره قبل ما العصابه تهجم عليهم، لكن من قدر الضرب على الطياره بتتصاب وبيفقد ماك السيطره عليها، وقبل ما بتنفجر بيقدر ان هو يتحكم فيها مؤقتا. وبيقول لهم ان لازم حد يطلع يثبت الحديده اللي بيتحكم من خلالها في اتجاهات الطياره قبل ما الطياره تقع بيهم. وبيبص شيلي وراه وبيلاقي ان في قطيع من حيوانات وحيد القرن بيجري ناحيتهم، معنى كده انهم لو ما ماتوش من الطياره هيموتوا من الحيوانات. وبيضطر برايفستون ان هو يحاول يثبت الحديده بنفسه
قبل ما القطيع يقضي عليهم أو ينفجروا، وبينجح إن هو يصلح الطيارة. لكن أثناء ما الطيارة بتميل بتقع الجوهرة من شنطة فرانكلين، وبيرجعوا لها تاني عشان يدوروا عليها، وبيلاقي القطيع بيحاول يحميها. وبيبص برايفستون لإيد فرانكلين، بيلاقي إنه لسه عنده فرصتين للحياة، فبيرميه في الطريق عشان القطيع يجري وراه، وساعتها يقدر ياخد الجوهرة من تاني. وبيدوس القطيع على فرانكلين وبيقتله، وبيفضل برايفستون مستني فرانكلين يقع من السما، وبيقدر ان هو يمسكه. وبعد ما بتهبط الطيارة بيفكروا في المرحلة الجديدة في اللعبة، ولكن بتيجي ناموسة وبتقرص أليكس، واللي بيكون من نقط ضعفه هي الناموس، وبيقع قدامهم. وبتبدأ فرصة حياته الأخيرة إنها تختفي من على إيده، وبيحاول شيل إن هو يعمل له تنفس صناعي، ولكن بيختفي من عنده هو فرصة، كأنه بيديله فرصة من بتاعته. وبيستمر شيلي لحد ما بيفوق أليكس فعلا بعد ما خد محاولة من محاولات شيلي في الحياة. وبيكملوا بحث عن تمثال النمر وبيلاقوه أخيرا، ولكن الطير بيكون مراقبهم برضه. وبيوصلوا لمنطقة اسمها المدافعين، وبيكون قدامهم ممر لازم يمشوا فيه عشان يوصلوا للتمثال. وأول ما برايفستون بيمسك الجوهرة في إيده، الممر كله بينور ليهم، وبيشوفوا تمثال فيل قدامهم. وبيفتكروا الكلام اللي كان مكتوب في الورقة، إنك أول ما تشوف الفيل ابدأ في التسلق. وبيفهم برايفستون إن هو لازم يعدي الممر من خلال تسلق الأشجار، لكنه بيقع من على الشجر وبياكلوا النمور اللي موجودين في الممر، وبيخسر فرصة حياة تانية. وبيبدأوا إنهم يخططوا إزاي هيقدروا يعدوا، وعصابة راسل قربت منهم، وبيتفرقوا في الغابة عشان يشتتوا انتباههم، لحد ما بيقدر برايفستون إنه ياخد موتوسيكل من بتاع العصابة وبيجري ناحية التمثال بعيد عن النمور. لكنه بيلاقي إن راسل واخد شيلي كرهينة وبيهدده بقتله لأنه ما عندوش غير حياة واحدة باقية. ولكن بيجي فرانكلين وهو راكب على فيل كبير، وبيقدر ان هو يتحكم فيه لان الجوهرة بتبقى معاه، وبيخوف النمور وبيخليهم يهربوا. وبيحاول شيل ان هو يضرب راسل لحد ما طلقة بتتضرب في الهوا ناحية الفيل، وبيكون السبب ان الجوهرة تتنطر بعيد من ايد فرانكلين. وبتقول مارسا لبرايفستون ان هو يبدأ في تسلق التمثال، وهي عارفة هتجيب له الجوهرة ازاي. وبتطلع ناحية الجوهرة، لكنها بتكون وسط تعابين كتيرة، وبتمسك الجوهرة في ايدها. وقبل ما راسل يقدر ياخدها منها، وبتقوله ان هي نقطة ضعفها السموم، وبتخلي التعبان يلدعها، وبتختفي من قدامه ومعاه الجوهرة، وبتقع من السماء ومعاه الجوهرة، وبتحدفها لبرايفستون وهو على راس تمثال النمر، وبيحط الجوهرة في مكانها، لكن ما بيحصلش أي حاجة. وده لأنهم نسيوا ينادوا باسم اللعبة، وبينادوا كلهم بصوت واحد وبيقولوا جومانجي. وبينجحوا انهم ينقذوا اللعبة وبيكسبوها. وبيختفي راسل تماما، وبيجولهم نايجلي عشان يهنيهم بنجاحهم في إزالة اللعنة، وبيسلم على ماك وبيختفي من اللعبة، وبيودعهم كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيظهروا كلهم في مخزن المدرسة، وبيجروا على بيت أليكس عشان يطمنوا على اللي حصل له. وبدل البيت المخيف اللي هم عارفينه، بيلاقوا بيت جميل جدا قدامهم، وبيلاقوا واحد نازل من العربية، وأول ما بيشوفهم بيبان إن هو بيبتدي يفتكرهم، وبيتعرف عليهم كلهم كأنه شافهم من زمان جدا. والشخص ده بيبقى أليكس، بس كبر 20 سنة، وده لأن اللعبة رجعته لسنة 1996، الزمن اللي هو اختفى فيه. وفي ال20 سنة دي كان اتجوز وخلف وكبر، ومع ذلك منسيش اللي كانوا السبب في إنقاذه. وبيقدر إن هو يتعرف عليهم واحد واحد، وبيقول لهم إن هو بسببهم عاش حياته وخلف بنته وسماها بيساني. وبيتجمعوا كلهم وبيبقوا أصحاب في المدرسة. وأخيرا بيعترف سبنسر لمارسا بحبه ليها، وبيقرروا إن هم يكسروا اللعبة عشان ما يلعبوهاش تاني. بيبدأ الفيلم بشاب اسمه سبنسر وهو بيشتغل في السوبر ماركت، وبيبان كده انه متضايق لانه حاسس بالوحدة من ساعة ما انفصل عن حبيبته مارسا. وبعدها بيجي صاحب المحل وبيعرفه ان هو وافق على طلب الاجازة بتاعته. فبيرجع سبنسر للبيت وبيلاقي ان جده ايدي موجود هناك لانه تعبان وقرر يقعد مع حفيده يومين. ولما بيطلع اوضته بيلاقي ان اصحابه الثلاثة بعتين له رسالة علشان يطمنوا عليه، لان بقاله اكتر من شهر مش بيتكلم معاهم. لكنه بيتجاهل الرسائل دي وبيتكلم مع جده وبيقول له انه لسه بيحب مارسا جدا وحاسس انها نسيته ومش بتفكر فيه. فبيحاول جده يشجعه ان هو يتكلم معاها ويرجعوا لبعض، ولكن سبنسر بيرفض وبيروح القبو بتاع البيت، وهناك بيطلع لعبة جومانجي اللي كسرها هو واصحابه في الجزء الاول. وبنكتشف ان سبنسر صلح لعبة جومانجي وبيقرر ان هو يلعبها لانه عنده فراغ وحاسس بالوحدة. وفي نفس الوقت بتروح حبيبته مارسا تقابل صحابهم بيساني وفريدجي، وبيستغربوا ان سبنسر مردش على الرسائل بتاعتهم وبقاله شهر مش بيتكلم معاهم خالص. فبيقرروا ان هم يروحوا له البيت علشان يطمنوا عليه. ولما بيوصلوا بيفتح لهم جده ايدي وبيكون قاعد مع صاحبه مايلو اللي كان شريكه في المطعم زمان. وفجأة بيسمعوا صوت لعبة جومانجي جاية من تحت،
وبيروحوا لمصدر الصوت وبيتفاجئوا ان لعبة جومانجي قدامهم، وبيعرفوا ان سبنسر قدر يصلحها ودخل للعبة، فبيتصدموا كلهم وبيكونوا مترددين ان هم يرجعوا للعبة تاني. وبيرفض فريدج ان هو يدخلها لانه عارف ان هو لو مات في اللعبة مش هيقدر يرجع للعالم الواقعي تاني، ولكن مارسا بتهديه وبتحاول تقنعه ان هم يدخلوا اللعبة عشان ينقذوا صاحبهم. وساعتها بيضطروا ان هم يسمعوا كلامها وبيشغلوا اللعبة، وفجأة بيبداوا يتسحبوا جوه اللعبة من غير ما يختاروا شخصياتهم، وبيدخلوا كلهم ما عدا بيساني اللي بتكون مش فاهمة ازاي ما دخلتش معاهم. ولما بتدخل مارسا للعبة بيتفاجئ ان ايدي جد سبنسر دخل معاهم، وهو اللي اخد شخصية ذا روك بتاعت حفيده سبنسر، وكمان صاحبه مايلو أخد شخصية فرانك عالم الحيوانات. وساعتها بيقع عليهم فريدج في شخصية خبير الآثار والخرايط، ومارسا تبدأ تشرح لهم إن اللعبة دي خطيرة جدا ولازم يكسبوا فيها، وإلا بقى مش هيقدروا يرجعوا للعالم الواقعي تاني. وبتعرفهم إن أهم حاجة دلوقتي إنهم يلاقوا سبنسر، ولازم يعرفوا المهمة بتاعتهم عشان يكسبوا اللعبة ويخرجوا. وفجأة بيهجم فرس نهر مفترس على مايلو وبتنقذه مارسا في آخر لحظة، وساعتها بيسمعوا صوت طيارة وبيلاقوها بتاعت نايجل مرشد اللعبة، وبيخليهم يركبوا. وبعدها بيحكي لهم المهمة الجديدة بتاعت اللعبة، وبيقول لهم إن في رئيس عصابة اسمه يورجن سرق جوهرة فالكون واللي تعتبر مصدر الحياة في لعبة جومانجي، والمفروض ان الجوهرة دي تفضل معرضة للشمس عشان تمد جومانجي بالحياة. ولكن يورجن بعد ما سرق الجوهرة حطها في صندوق عشان ما تتكشفش للشمس، ومن ساعتها وكل أراضي جومانجي في خراب والمحاصيل كلها ماتت. عشان كده مهمتهم انهم يرجعوا الجوهرة من يورجن بأي شكل من الأشكال ويعرضوها للشمس تاني، وبكده يكسبوا في اللعبة ويقدروا يرجعوا للعالم الواقعي. وبعدها بيديهم نايجل الخريطة وبيرميهم في الصحراء علشان يبدأوا مهمتهم. وقتها بيبدأوا يشوفوا عربيات قديمة حواليهم، وبيفتح فريدج الخريطة علشان يوصلوا لمكان الجوهرة، فبيلاقي مكتوب فيها انهم لازم يتبعوا اللهب عشان يوصلوا لثمرة الصحراء. فبيستغربوا من الكلام جدا وبيكونوا مش فاهمين معناه. وساعتها بتظهر نعامة ضخمة وبيروح ايدي عشان يمشيها، لكنها بتقتله وبيرجع تاني وبيقع من السما. وبكده يكون فاضل له محاولتين اتنين، وطبعا لو خسرهم هيموت في اللعبة ومش هيقدر يرجع للعالم الواقعي تاني. وفجأة بيلاقوا قطيع كبير جدا من النعام بيجري ناحيتهم، فبيركبوا العربيات بسرعة علشان يهربوا منهم، ولكن بيفضل قطيع النعام يجري وراهم لحد ما بتتقلب عربية مارسا، وبعدها بيركبوا عربية ايدي وبيكملوا هروب. وفي طريقهم بيلاقوا نفسهم قدام منحدر عالي، وبيضطر ايدي ينط بالعربيه لان النعام كان لسه وراهم. والحزن حظه بينجح وبيكون مش مستوعب ان هو شجاع وقدر ينقذ اللي معاه. فبتقول له مارسا ان كل شخصيه في اللعبه ليها نقطه ضعف وقوه، وبتعرفه ان قوته هي الشجاعه والقوه والسرعه. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للقريه اللي فيها جوهره فالكون. وساعتها بتروح صاحبتهم بيساني الاليكس اللي انقذوه في الجزء الاول، وبتطلب منه انه يدخل معاها اللعبه علشان ينقذوا صحابهم، ولكن أليكس بيرفض لأن الخروج من لعبة جومانجي مش سهل أبدا. وساعتها بتكون مارسا واللي معاها في القرية وبيشوفوا الضباع بتاعت يورجن رئيس العصابة، فبيدخلوا المكان متجمع فيه ناس كتير، وبتيجي واحدة لابسة أحمر بتتكلم مع ايدي وبتقوله إنها لازم تتكلم معاه على انفراد، ولكن بتقوله انها هتتكلم معاه كمان شويه علشان رجاله يورجن في المكان. وبعدها بتضربه بالقلم وبتمشي عشان تمثل انها متعرفوش وانه كان بيعاكسها. وساعتها بتفتكر مارسا الكلام اللي كان مكتوب على الخريطه اللي هو اتبعوا اللهب عشان توصلوا لثمرة الصحراء، وبتفهم ان الست دي هي اللهب اللي لازم يتبعوه علشان يوصلوا للجوهرة. فبيمشوا ورا الست دي لحد ما بيوصلوا للبار بتاع يورجن وعصابته، وبيشوفوا الصندوق اللي موجود فيه الجوهرة وبيحرسوا 2 ضباع. وفجأة بتفصل الكهرباء عن المكان وبيكتشف العصابة ان مفتاح الصندوق اتسرق. وساعتها بتظهر البنت اللي سرقت المفتاح وبيمسكها ايدي وبيسلمها للعصابة، ولكن بيتفاجئوا ان ده يبقى سبنسر ودخل اللعبة بشخصية البنت دي. وساعتها بيضربوا يورجن بالفاس وبيقتله. وساعتها بينزل سبنسر من السما وبيكون فاضل له محاولتين 2 بس، فبتروح مارسا واصحابها عشان يتكلموا معاه، وطبعا بيكونوا متضايقين علشان صلح لعبة جومانجي وبيقولوا له انهم كسروها زمان علشان ما يرجعوش تاني للعبة. فبيعتذر لهم سبنسر وبيقول لهم ان هو كان حاسس بالوحدة علشان كده قرر يصلحها عشان كان نفسه يدخل بشخصية ذا روك ويرجع بقى يحس بشعوره ان هو قوي ويقدر يعمل اي حاجة. وقتها بتيجي الست اللي لابسة احمر
وبتقول لإيدي إن يورجن معاه الجوهرة وهيروح مقر العصابة بتاعته ولازم ياخدوا منه الجوهرة في أسرع وقت ممكن، لأنه هيعمل صفقة مع 2 اسمهم الأخين كبابيك وهيديهم جوهرة فالكون مقابل إنهم يدوله جيش وسلاح كتير، وده عشان يحتلوا كل القرى اللي في مدينة جومانجي. ولما بتمشي الست دي بتروح مارسا وفريدجي وراها لحد ما بيوصلوا المكان فيه بحيرة مسحورة وبيلاقوا ثمرة الصحراء اللي مكتوبة على الخريطة، فبتنط مارسا ناحية الشجرة وبتاخد الثمرة لكنها بتقع في البحيرة، وبيحاول فريدجي يساعدها وبيطلعها من المية. والمفاجأة بقى إن هو أول ما بيمسك إيديها شخصياتهم بتتبدل وبيكونوا مش عارفين ازاي ده حصل. وقتها بيتخانق ايدي مع عصابه وبيهزمهم كلهم لوحده، وبيكون سبنسر في حصيره بيحاول ان هو يسرق الجمال علشان يهربوا ويروحوا لمجر يورجن. وبنرجع تاني لفريتش وهو فرحان انه بدل شخصيته مع مارسا لانها شخصيه قويه، وبيفضل يعمل حركات قتاليه وبينط على الشجره وبيقع في البحيره. ولما بتروح مارسا عشان تمسك ايده بيرجعوا لشخصياتهم مره تانيه، فبيفهموا ان البحيره دي بتنقل الشخصيات بمجرد ما بيمسكوا في ايد بعض، فبيقرروا ان هم ياخدوا ثمرة الصحراء ويخرجوا من المكان. وساعتها بيتفاجئ ايدي ان رئيس العصابة جاي ينتقم منه على اللي عمله في رجالته، فبيدخل الحصيرة لسبنسر وبيركبوا الجمال وبيهربوا من المكان بسرعة شديدة. ولما بيوصلوا لباقي اصحابهم بيحدف عليهم رئيس العصابة صاروخ وبيقتلهم كلهم، لكنهم بيرجعوا للعبة مرة تانية وبيتحركوا بالجمال علشان يروحوا لمجر يورجن. وفي طريقهم بيتخانق ايدي مع مايلو لان زعلان منه علشان فض الشراكة اللي بينهم من زمان وباع المطعم بتاعهم، فبيحدفوا ايدي بعيد وبيموتوا. ولما بيرجع مايلو للحياة بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان فيه جسور كتير ولازم يعدوا من عليها، فبينطوا كلهم على اول جسر وبيبداوا يمشوا من عليه. ولكن فجأة بيظهر لهم قطيع جامل من القرود المتوحشة وبيجروا وراهم، فبتنط مارسا على جسر غلط وبيجي واحد من القرود وبيوقعها. ولما بترجع للعبة بيكون فاضل لها حياة واحدة بس، فبيكملوا جري كلهم وبيوصلوا للناحية التانية بعد معاناة شديدة. بس للأسف القرود بتجري وراهم وبيحصروهم، فبيجي صاحبهم أليكس وهو راكب الحصان علشان ينقذهم. وساعتها بتخاف القرود من الحصان وبيطلعوا يجروا، فبيقول لهم أليكس إن بيساني هي اللي أقنعته إنه يدخل لعبة جومانجي علشان يساعدهم يخرجوا، وبيفاجئهم إن بيساني تبقى الحصان اللي معاه. وبعد شوية بيتكلم مايلو مع ايدي على انفراد وبيعرفه ان فض الشراكة لانه مريض بالكانسر وقرب يموت، ومرضاش يقول له عن الموضوع ده علشان ما يضايقهوش، فبيعتذر له ايدي وبيرجعوا اصحاب مرة تانية. ولما بيتجمعوا كلهم بيشوفوا المية المسحورة اللي بتبدل الشخصيات، فبينزلوا كلهم فيها وبيبدلوا شخصياتهم. وساعتها بيرجع سبنسر لشخصية ذا روك اللي كانت معاه في الجزء الاول، وبياخد جده ايدي شخصيته ومايلو بياخد شخصية الحصان. وبعدها بيدخلوا الكهف وبيولعوا النار علشان يستريحوا، فبيخرج ايدي عشان يشوف صاحبه مايلو وبيتفاجئ ان عصابة يورجن اخدوه لانهم فاكرينه حصان، فبيحاول ايدي ان هو يوقفهم ولكن بيخطفوه هو كمان. وساعتها بيشوفهم أليكس وبيقول لاصحابه على اللي حصل، وبيعرفوا ان العصابة اخدوا ايدي لمجر يورجن، اما مايلو فموجود في الحصيرة. فبيقترح عليهم سبنسر انهم بيقسموا نفسهم لفريق علشان ينقذوهم، وبيفكرهم ان كل واحد فيهم معاه حياة واحدة بس، وبالتالي لازم يتعاونوا مع بعض علشان محدش يموت. فبيروح أليكس مع بيساني وفريدج عند بوابة المقر وبيحاول يدخل مع العصابة اللي داخلين. ولما بيدخل فريدج وبيساني بيوقفهم الحراس وبيسألوهم انتوا مين، فبيكذبوا عليهم وبيقولوا لهم انهم الأخين كبابيك ودول اللي هيعملوا الصفقة مع يورجن، فبيصدقهم الحراس وبيدخلوهم. وساعتها بتكون مارسا وسبنسر بيحاولوا يتسلقوا على الجبل الجليدي، وده عشان يوصلوا لإيدي وجوهرة فالكون. وفي نفس الوقت بيوصل أليكس للحظيرة اللي فيها مايلو وبيدوس على فخ بالغلط، بيخسر محاولتين من حياته، ولكن في النهاية بيوصل لمايلو وبينقذه. وساعتها برضه بيوصل سبنسر ومارسا لإيدي وبينقذوه، وبيقول لهم إنه شاف الصندوق اللي فيه جوهرة فالكون، وبيروحوا لهناك وبيحاول إيدي يفتحه ولكن بيتفاجئ إن الجوهرة مش جواه. ووقتها بيروح فريدج وبيساني يتكلموا مع يورجن على أساس إنهم الأخين كبابيك، وبيبدأ يسألهم عن أختهم اللي المفروض هيتجوزها، وبيلاحظوا كده إنه لابس الجوهرة في رقبته، فبيبدأوا يتوتروا لحد ما بتيجي مارسا وبتقول له انها اختهم، فبيندهها لها عشان تيجي تاخد منه الجوهره لانهم متفقين ان هو يديها لها قبل ما يتجوزوا. ولما بتقرب عليه بيجي المساعد بتاعه وبيقول له ان دول مش الاخين كبابيك وان دول ناس جايين عشان يسرقوا جوهره فالكون. وفجاه بيدخل سبنسر وبيروح يضرب يورجن عشان ياخد منه الجوهره، بس يورجن بيكون اقوى منه وبيرميه لبعيد،
واول ما بيشوف ثمرة الصحراء اللي مع سبنسر بيخاف منها جدا وبيخرج من المكان بسرعة. فبيفهم سبنسر ان دي نقطة ضعف يورجن، فبيروح وراه وبيلاقيه هيركب المنضاد بتاعه علشان يهرب بالجوهرة. فبيربط حبل المنضاد وبيمشي عليه لحد ما بيدخل المنضاد وبيدور على يورجن، وفجأة بيلاقيه واقف وراه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وساعتها بيتدمر المحرك بتاع المنضاد، فبيطلع سبنسر الثمرة وبيضربها في صدر يورجن، وبيلاقي ان قوته بتقل. وبعدها بياخده وبينطه من المنضاد وبياخد منه الجوهرة، وبعدها بيسيبه يقع وبيتعلق في الحبل بتاع المنضاد. وقتها بقى بيركب جده ايدي على ظهر الحصان مايلو، وبيتفاجئ ان هو عنده جناحات وبيقدر يطير، وبيروح ياخد الجوهرة من سبنسر وبيعرضها للشمس، وبيقولوا كلهم كلمة جومانجي، وبكده بيكونوا كلهم كسبوا في اللعبة. وبيجي نايجل مرشد اللعبة وبيهنيهم وبياخد منهم الجوهرة، ولكن مايلو بيقرر ان هو يفضل جوه اللعبة لانه لو رجع للعالم الحقيقي هيموت بسبب الكانسر. فبيودعوا صاحبه ايدي وبيخرجوا كلهم من اللعبة وبيروحوا يقعدوا في مطعم، وبيتفقوا كلهم انهم مش هيلعبوا لعبة جومانجي مرة تانية. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف عندنا كل جديد.